محبتي وتقديري لهذا الصوت الجميل المبارك والتلاوة العطرة أيها الأستاذ الكريم. والآن أيها الأحبة الأكارم، أنا وأنتم نستقبل كلمة طلبة الدورة القرآنية التي سيلقيها على مسامعنا الشيخ محمد الكعبي، فاستقبلوه بذكر محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على حبيب إله العالمين أبي الزهراء محمد. وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. ارفعوا أيديكم بالدعاء، ثبتنا الله وإياكم على ولاية أمير المؤمنين والبراءة من أعدائه في الدنيا والآخرة بشفاعة محمد وآل محمد. الحمد لله الذي أنزل القرآن هدى ورحمة وجعل تلاوته عبادة، ورتب على إتقانها الأجر العظيم والثواب الجزيل، والصلاة والسلام على خير من قرأ القرآن ورتله نبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. في البدء نتقدم بالشكر الجزيل إلى الأمين الخاص لمزار سلمان المحمد الأستاذ حسن هادي الجبوري على حسن الاستقبال والضيافة، جزاه الله خير الجزاء هو ومن عمل معه. أيها الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا اليوم المبارك وفي هذا اللقاء الطيب يطيب لي أن أرفع أسمى آيات الشكر والعرفان لكل من كان له دور في إنجاح هذه الدورة المباركة لتعليم أحكام التلاوة، التي اجتمعنا اليوم لنحتفل بتخريج كوكبة مباركة من الحفظة والدارسين الذين أكرمهم الله بتعلم كتابه وتجويد تلاوته وامتثال أوامره. فالشكر أولا وأخيرا لله تعالى، ثم الشكر موصول لإدارة هذه الدورة المباركة ولمعلميها الفضلاء، وأخص بالذكر التقدير والاحترام والشكر الجزيل إلى الأستاذ الحاج عدنان العامري، جزاه الله خير الجزاء، ونسأل الله تعالى أن يطيل عمره ويعطيه الصحة والعافية. ونحن في هذا المزار في المرة السابقة لم نعطي هذا الصحابي الجليل سلمان المحمدي حقه ونحن في ضيافته، فأسأنا الأدب ولم نتكلم حول فضائله. عن أبي جعفر عليه السلام، عن أبيه، عن جده، عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، على ذكر اسمه الصلوات العاليات. اللهم صل على محمد وعلى ضاقت الأرض بسبعة بهم ترزقون وبهم تنصرون وبهم تمطرون، منهم سلمان الفارسي والمقداد وأبو ذر وعمار وحذيفة، ويقول وأنا إمامهم، وهم الذين صلوا على فاطمة عليها السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد.
قلت لأبي عبد الله الصادق، هنا روايات تذكر سلمان الفارسي، وتوجد رواية لا تقولوا سلمان الفارسي، قولوا سلمان المحمدي. قلت لأبي عبد الله الصادق، هذا اللي يسأل، ما أكثر ما أسمع منك سيدي ذكر سلمان الفارسي، يقول له للإمام الصادق ما أكثر ما أسمع منك ذكر سلمان الفارسي. قال عليه الصلاة والسلام إمامنا الصادق: لا تقل سلمان الفارسي ولكن قل سلمان المحمدي. أتدري ما أكثر ذكري له؟ هنا هاي الموعظة إلي وإلك. قلت لا. قال: لثلاث خصال: أولا إيثاره هوى أمير المؤمنين عليه السلام على نفسه، والثاني حبه للفقراء واختياره إياهم على أهل الثروة والعدد، والثالثة حبه للعلم والعلماء. صلوا على محمد وآل محمد. موضوع لطيف إذا سمحنا الأستاذ فارس أو الأستاذ حسن، الله يحفظكم، احنا ندور أجر وثواب. قال تعالى: وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. دعاء الجوشن فيه مقاطع، كل مقطع 10 أسماء، وهو 100 يعني 1000 اسم لله تعالى. أحد الأطفال كان جالس وجماعة يقرؤون دعاء الجوشن الكبير، فلما انتهوا من الدعاء ضحك هذا الطفل، ضحك على الجماعة. قالوا له ليش تضحك؟ قال أنا ما شايف ناس تدعوا الله يقولون لله شو اسمك، انتم صار لكم ساعة تقولون لله شو اسمك، ما مفتهم الدعاء يقول اللهم باسمك، مو تمام؟ هذا شعباله يعني يا الله أنت شو اسمك يقولون له، فهم ضحكوا عليه. يقول هنا اللي ناقل هذا الخبر يقول ونحن كذلك هكذا أدعيتنا ولم نشعر. نحن عندما نتكلم مع الله سبحانه وتعالى وندعو أحيانا يجوز الملائكة تضحك على أدعيتنا. زين، النتيجة تعاملنا مع الدعاء مثل هذا الطفل ولكن بدرجات مختلفة. النقطة الأولى، الحمد لله نحن ندعو الله تعالى سواء افتهمنا الدعاء أو لم نفتهم الدعاء، نحن ندعو ويؤثر على حياتنا. قول الله سبحانه وتعالى قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. إن في الدعاء مفتاح، إن الدعاء مفتاح الإجابة، وفي الدعاء وفي الدعاء مفتاح الدعاء إلى الله هي الصلاة على محمد وآل محمد. النقطة الثالثة، ماذا نطلب من الله؟ بس أوصل للشاهد وانهي. ماذا نطلب من الله تعالى؟ أحيانا نطلب من الله بطرا، وأحيانا نطلب أمور نعتقد أنها صحيحة ولكنها غير صحيحة. الآية التي ابتدأنا المجلس طلبوا بطرا قالوا باعد بين أسفارنا، القصة طويلة أهل اليمن. ما علاقتنا بهذه الآية وهي تتكلم حول أهل اليمن؟ نهاية الآيات تقول إن ذلك لآيات لكل صبار شكور. اصبر على الدعاء وعلى الاستجابة. قضية الحارث الفهري الذي اعترض على رسول الله في تنصيب أمير المؤمنين، اسمع مني، قال هل هذا منك أم من الله؟ النبي الأعظم صلى الله عليه وآله عندما نصب أمير المؤمنين في غدير خم جاء هذا إلى المدينة الحارث الفهري
فقال: هذا الذي فعلته مع علي بن أبي طالب منك أم من الله؟ فقال: إن هذا من الله سبحانه وتعالى وليس مني. قال رسول الله: اسمع، أما أن تستغفر أو ترحل عنا. شنو الآية اللي مشتبهة بنا نحن مشتبهين بها؟ وما كان الله معذبهم وهم، شو يقول؟ وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. كل التفاسير وعلى ردح من الزمن أنه يقولون هكذا التفسير، أنه عندما كان النبي صلى الله عليه وآله وأمان، عندما مات النبي صلى الله عليه وآله، شنو الأمان الثاني؟ الاستغفار. خطأ. قالوا: يا رسول الله، أنت في حياتك أمان وبعد مماتك. قال: بعد مماتي أنا أستغفر لكم، مو أنتم تستغفرون، وإلا هذه المصايب وهاي الأوبئة وهاي الكوارث تصيح علينا، وين الاستغفار مالتنا؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله: أما أن تستغفر أو ترحل عنا. المفروض شو يقول؟ المفروض يقول: استغفر الله ربي وأتوب. فإذا قيل لك استغفر الله فلا تأخذك العزة بالإثم، استغفر ربك فورا. لماذا قال له ارحل عنا؟ سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع. وإذ قالوا: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا، فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. قال: لا يا رسول الله، يا محمد أرحل عنه. فلما وصل إلى ظهر المدينة نزلت حجارة فضربته بأم رأسه وخرجت من دبره فهلك. اللهم صل على محمد. إذن الدعاء ضرورة من ضروريات الدين، والذين لا يديمون الدعاء هم أولئك المستكبرون. أهم الأدعية، فقط هذه الفقرة، أهم الأدعية دعاء الفرج، اللهم كن وليك الحجة، ودعاء العهد. فإن دعاء العهد الذي يدعو به المؤمنون كل صباح عن الإمام الصادق عليه السلام، فإن مخالفة هذا العهد يستوجب الكفارة، ويجب الالتزام به. وكفارة مخالفة العهد إطعام 60 مسكين أو صيام شهرين متتابعين. اللهم إني أجدد لك في صبيحة يومي هذا عهدا وعقدا وبيعة لك في عنقي لا أحول عنها ولا أزول أبدا. هذا شنو عهد؟ هذا إذا تخالف العهد يجب عليك أن تطعم 60 مسكين أو تصوم شهرين. وأفضل الدعاء، قال: كيف أدعو الله وأرضي إمامي؟ قال: قل هكذا: اللهم رب إمامي وربي، وخالق إمامي وخالقي، ورازق إمامي ورازقي، ارض عني وارض عني وارضي عني إمامي. وأفضل دعاء لكشف الهموم والغموم ولتعجيل استجابة الدعاء وقضاء الحوائج دعاء إمامنا الحسين عليه السلام عندما دعا في آخر لحظات حياته وهو طريح جريح في أرض كربلاء: اللهم، إذا تحب تدعو، اللهم أنت ثقتي في كل كرب، وأنت رجائي في كل شدة، وأنت لي في كل أمر نزل بي ثقة وعدة. كم من كرب يضعف عنه الفؤاد وتقل فيه الحيلة وتعيني فيه الأمور،
ويخذل فيه القريب والبعيد والصديق، ويشمت فيه العدو، أنزلته بك وشكوته إليك راغبا إليك فيه عمن سواك، ففرجته وكشفته وكفيتني، فأنت ولي كل نعمة وصاحب كل حاجة ومنتهى كل رغبة، فلك الحمد كثيرا ولك المن فاضلا، وبنعمتك تتم الصالحات. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن المهدي صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من أنصاره وأعوانه وشيعته ومحبيه، ومن بين المستشهدين بين يديه. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيب إله العالمين أبي الزهراء محمد.